السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض المكرونه الجلم. دي عادي سمنه، معلقه من دي ملينا كده سمنه هولندي عاديه مش بلدي، يعني مش بعمل مكرونه الحمراء المكرونه اللي هي بالصلصه مش بعملها ببلدي، بهولندي عادي خالص، وشويه زيت عشان الزيت بيخليها تفلفل. ماشي. وانا هعمل كيسين يعني نفضوا حبه بنحمرهم عادي بتبقى حلوه يعني. دلوقتي هنحط معاكم ايه؟ الطماطم يا حبايبي لازم ايه نصفيها. هي طريقه بسيطه وسريعه، ممكن في عشاء لو مش حباها، في غدا للاولاد لعشاء، وكل الاطفال يعني بيحبوها خالص يعني. ماشي. بس احنا ايه بنخليها شويه ايه حاره مشطشطه كده، علشان ايه يحبوا ياكلوها كده، مش باكلوا معاها اي حاجه. ماشي. وانا مش بحط لها بصل ولا اي حاجه. دلوقتي هنحط معاكم الطماطم ولازم نصفيها. ماشي. خليكم معانا ايه لما نحط الطماطم. نفضل احنا بقى ايه نعمل كده علشان الطماطم ايه تنزل. ماشي. احنا كده يعني ايه بنصفي كده الايه الطماطم، لان انا مش بحبها كده من غير الايه الدش بتاع الطماطم. خليكم معانا. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، صفينا الطماطم كويس وحطيناها على السمنه وشويه من الزيت. ماشي. ومعانا هنا 2 مرقه وشطه، احنا بنحبها بتبقى حاره. ماشي. وملح وفلفل اسود. ماشي. اني هنا هعمل كيسين مكرونه. انتي لكل كيس مكرونه 3 طماطميات، مش يكونوا كبار قوي، لا حلوين كده يعني وسط. ماشي. لكل كيس مكرونه عشان تبقى حمرا مش تبقى بيضه وتبقى حلوه. تمام. وبعدين برضو اني يعني خليكم بس معايا. احنا بقى هنشوف بعد كده احنا هنعمل ايه وايه، مش هنسبق بس الاحداث. خليكم معانا. اهو كده يا جماعه، يعني هي كده اتسبكت. لازم نشوف السمنه كده طلعت على الوش كده وفي الاحراف، نعرف كده ان هي ايه اتسبكت وهي كده تمام. دلوقتي هنحط الميه ونسيبها تغلي. ماشي. خليكم معانا. بكت يعني ايه يا جماعه؟ يعني بقت كده. ماشي. عشان برضو لسه البنات لسه الصغار وكده، بقت كده. ماشي. خلاص كده تمام. خليكم معانا. هي الميه كده يا جماعه غليت كده معانا. ماشي. فممكن نحط المكرونه، مش ينفع ننزلها في ميه بارده، لازم ميه بتغلي. ماشي. لو عندك الكاتل عادي حطي منه. طب هتقولي طب احنا هنعرف ازاي مثلا المقدار المظبوط؟ انا هقول لكم دلوقتي. يعني لو واحده لسه مش تعرف كده، طبعا انتوا عارفين كل حاجه يعني بنوته ولا حاجه. دلوقتي هي لسه عايزه ميه. يعني بحط ايه مثلا على الكيسين دول 3 كوبايات ميه، وبسيبه كده وبكمل ميه. ماشي. سخنه عليها. تمام. هغطيها بيها وهوريكم. خليكم بس معايا لحظه. انا زودت عليها ميه اهي يا جماعه. ماشي. وخلاص كده حداني واقفه جانبها. ليه؟ لان المكرونه هي مش زي الرز. احنا مثلا مش بنغطيها قوي زي الرز، لا هي لازم تبقى باينه منها كده. تمام. ومش ينفع اسيبها وامشي، لازم اقف جانبها عشان كل شويه هجلبها وهوريكم ازاي. بس خليكم معايا لانها ممكن ايه بتلزق من جعر الحله كده، فمش هينفع ان احنا ايه خلاص هتمسك هتتكسر، نيجي نجلبها هتتكسر، يبقى منظرها مش حلو في الطبق. اما احنا بنعمل ايه؟ نغطي عليها وكل دقيقتين نرجع تاني نقلب، دقيقتين نرجع. فاهميني؟ وصلوا على النبي يا جماعه. ويا ريت يعني تشتركوا في القناه. انا مش عارفه يعني انتوا ليه مش عايزين تشتركوا، تدخلوا بتتفرجوا بس، ليه مش بتتفاعلوا معايا كده وتشتركوا في القناه؟ والله هتعجبكم ان شاء الله، فيها حاجات بسيطه ويعني ترضي الله يعني. وهتعجبكم، مش هتخسروا حاجه، صدقوني مش هتخسروا. احنا كده يا جماعه خلاص هنوطي عليها ونسيبها ايه 10 دقايق كده. ماشي. هي كده تمام. خلاص. ماشي. لازم نسيب فيها حبه ايه صوص كده بسيط يعني، علشان ايه انا بحب صراحه المكرونه الجلام يبقى فيها ايه صلصه كده واحسها حمرا كده قدامي. تمام. خليكم معانا بقى علشان تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. بصوا بقى يا حبايبي، خلاص هي خلصت. وانا مش بسيبها لما بتستوي يعني جوي، لا مش بحب المكرونه تبقى ايه تبقى مستويه جو، لا هي كده ما شاء الله ايه تمام. ماشي. وبالهنا والشفا يا جماعه. انتوا بس لو دقتوها والله العظيم هتعجبكم موت، بس خلوا فيها شويه ايه حراره كده وبس كده. وبالهنا والشفا. عايز تعملي معها جانب فراخ اي حاجه ستريبس مثلا بانيه، اللي انت عايزاه اعمليه وبس كده. وبالهنا والشفا.